يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. الواقع اللي احنا عايشين فيه مخبي أسرار لو شفتها هتحس إنك في حلم. لقطات حقيقية اتسجلت بالصدفة عشان تثبت لنا إن الجنون ملوش حدود. هنبدأ من الهند مع طقوس الحلة اللي بتسحب الوجع من الجسم بطريقة مرعبة، ومنها لقلب القاهرة وقصة كابتن سعدية اللي حيرت الملايين. ومش بس كده، ده احنا هنشوف فنان بيحول الزبالة لقطعة فنية تمنها آلاف الدولارات. وفي الآخر هنختم بمشهد لزراعة الشعر بمكنة خياطة كفيل يخليك تبرق من الصدمة. ركز معايا في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه ده ملوش كتالوج، ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب أنواع العلاج الطبيعي اللي موجود في الهند، والعلاج ده بيسموه بعلاج الحلة. أيوة زي ما انت شايف كده، بيجيبوا أحد الأواني وبيحطوها على جسمك. وعلى فكرة الموضوع ده مش مجرد حلة وخلاص، دي طريقة في الهند قديمة جدا بيسموها العلاج بالفراغ أو الكاسات الهوائية. والكرة اللي بتشوفها بتتحرك تحت الجلد دي بتبقى عبارة عن ضغط هواء شديد بيسحب الدم الفاسد والسموم، لدرجة إنهم بيعالجوا بيها المرارة والكلى بأسلوب بدائي، بس نتيجته بتبهر الكل. سيبك بقى من علاج الهند وعجايبه، وتعالى بقى أوريك لغز حير مصر كلها. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب بنت موجودة في شوارع مصر واللي حيرت الكبير والصغير. البنت دي يا سيدي أنا عن نفسي بسميها كابتن سعدية. أيوة زي ما بقولك كده، البنت دي حيرت الناس، هي راجل ولا ست، بتلعب رياضة بطريقة رهيبة جدا ما يعملهاش أي شاب. والأغرب من كده إن جسمها عامل زي جسم الرجالة، ما يدلش خالص إن هي بنت. بس عشان أقطع لك الشك باليقين، البنت دي حقيقية واسمها بيج ياسمين، وهي أشهر مدربة كمال أجسام في مصر، وقدرت تكسر كل القواعد وتعمل فورمة وعضلات خلت الكل يضرب لها تعظيم سلام. سيبك بقى من فورمة العضلات وتعال أوريك مهارات من كوكب تاني. مين قال إن الكورة للرجالة بس؟ البنت اللي معانا النهاردة دي كسرت كل القواعد وخلت أجدع لعيب كورة يتفرج عليها وهو مبهور ومش مصدق عينيه. البنت دي يا سيدي مش مجرد بنت بتلعب كورة وخلاص، دي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأحرف بنت في العالم. بتقدر تتحكم في الكورة بطريقة رهيبة جدا، بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. وعشان تكون عارف، البنت دي هي أليسيا فاي، وحققت الرقم القياسي في موسوعة جينيس لأطول مدة تنطيط كورة وهي بتعمل حركات فري ستايل صعبة جدا بجسمها كله. سيبك بقى من مهارة الرجل واللعب بالكورة، وتعالى أوريك مهارة من نوع تاني خالص. الفن مش محتاج فرشة ولا محتاج قلم، كل اللي محتاجه إنه يكون عندك مخ شغال وتعرف تفكر بيه. زي الفنان اللي معانا النهاردة اللي قدر يحول الحديد القديم أو الربابيكيا لتحف فنية بتتباع بآلاف الدولارات. أيوة يا سيدي، الفنان اللي قدامك ده بيلم الحديد القديم بيعمل منه تماثيل جامدة جدا زي الشجر أو حيوانات كمان، حاجة فوق الخيال. واللي بيعمله ده فن عالمي اسمه سكراب ميتال آرت، والمجسمات اللي بيطلعها دي بتطلبها متاحف ومعارض كبيرة لأنها بتعتمد على هندسة دقيقة جدا عشان قطع الحديد تركب مع بعضها بالشكل ده. سيبك بقى من فن الحديد وتشكيل المعادن، وتعالى أوريك أغرب تكنولوجيا لزراعة الشعر في العالم. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب عمليات زراعة الشعر اللي موجودة في العالم، واللي هتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تعملها. هيخيطوا دماغك وكأنهم بيخيطوا قطعة قماش. أيوة يا سيدي، دي المكنة الحديثة اللي بيستخدمها الدكاترة دلوقتي في زراعة الشعر. بيفضل ماشي على راسك كأنها مكنة خياطة زي ما انت شايف كده. والجهاز ده في الحقيقة اسمه DHI Implanter أو قلم تشوي، وده أحدث تكنولوجيا لزراعة الشعر، لأنه بيزرع البصيلة في مكانها فوراً من غير ما يحتاج يفتح قنوات جراحية. عشان كده بيبان كأنه مكنة خياطة سريعة، بس نتيجته بتبقى أدق بكتير. سيبك من زراعة الشعر وتعالى شوف وحوش الهند وهم بيشيلوا جبال حجارة. تعال بقى أوريك أغرب التحديات اللي موجودة في شوارع الهند واللي بيعملوها كل سنة. والتحدي اللي قدامك ده بيثبت حاجات كتير جدا. أول حاجة بيثبتها إنك راجل. تاني حاجة لو عايز تتجوز هتختار أي واحدة وبراحتك كمان. الاختبار اللي قدامك ده كل اللي عليك إنك هترفع الحجارة، وده تقليد قديم جدا اسمه إلافو تاكال. التحدي ده عبارة عن صخرة وزنها بيوصل ل 120 كيلو، والشاب اللي بيقدر يرفعها بيثبت للقرية كلها إنه بطل ومؤهل يتجوز أجمل بنوتة عندهم، لأن رفع الصخرة دي محتاج تقنية مرعبة وقوة ظهر جبارة، مش مجرد عضلات وخلاص. من الآخر كده الدنيا دي فيها عجايب مش بتخلص، وكل يوم بنشوف مهارات وقوة تخض بجد. قول لي بقى في التعليقات إيه أكتر لقطة صدمتك في الفيديو النهاردة؟ ولو عجبك اللي شفته ما تبخلش علينا باللايك المتين والشير عشان يوصلك كل جديد. استنونا في فيديو أغرب من ده بكتير، ويلا سلام.